كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة الشهر الكريم. ربنا يبلغنا رمضان على خير يا رب. كلنا دايما دلوقتي بقينا بنفكر في التوفير، وبنفكر ازاي نستعد للشهر الكريم بأقل الإمكانيات، وفي نفس الوقت نعمل ميزانية كويسة قوي تكفي أسرة عددها يكون مثلا 5 أفراد 6 أفراد. فتعالوا نشوف كده شوية أفكار كده إن شاء الله تساعدك إن هي توفر معاكي وتديكي كمية حلوة تكفي الأسرة، وفي نفس الوقت هتوفر عليكي وقت ومجهود كبير في الشهر الكريم. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله. ولو أول مرة تتابعي قناتي أكلات سهلة مع نهى، أنا نهى. أتمنى الفيديو يعجبك وتعملي شير الفيديو لأصحابك، وكمان تسيبيلي لايك وتعليق حلو منك. تعالوا نسمي الله ونشوف هنبدأ بإيه. أولا احنا كنا بدأنا الفيديو اللي فات لأن دي سلسلة فيديوهات مع بعضها، فتقدري ترجعي الفيديو اللي فات هتلاقينا عملنا ميزانية 150 جنيه، جبنا بيهم كل حاجات المحشي وخلصنا محشي العزايم بتاع رمضان كله. يعني جبنا الكرنب وقسمناه، جبنا الخضرة ونضفناها وفرزناها بطريقة صح، وكمان عملنا ورق العنب. يعني خلصنا من المحشي في العزايم. والفيديو اللي قبله كنا عملنا كمان كل انواع الخضروات. كان فاضل لنا ايه يا بنات؟ كان فاضل لنا القلقاس. بما اننا من مش من عشاق القلقاس قوي يعني، ولادي بيغلبوني فيه، فانا ما جبتش كميه كبيره، هما 2 اهو. وهبدا ان انا اقطعهم دواير كده عشان اعرف اقشرهم. عايزه تمسكي القلقاس من ال- الراس بتاعته وتبداي تقشري. الطريقه السهله عندك، بس دي اكتر طريقه سهله بالنسبه لي، وهي اني اقطعه حلقات وبعد كده ابدا اقشره. شايفين القاس لونه بينك كده او بامبا كده من جوه ازاي؟ تعرفي ان دي مش هتاخد معاكي سوا وهتبقى زي الفل. وتسلم ايد اللي اشترى، لان اللي اشترت بصراحه جارتي حبيبتي، انا طلبت منها ان هي تجيب لي، فبصراحه جابت لي الخضره وجابت لي القاس، فتسلم ايديها. اول واحده انا حطيتها في الطبق وقطعتها وحطيتها في الطبق ده، والتانية احطها في طبق تاني. طب ليه يا نهى؟ انا مش عايزه ادخل الاتنين مع بعض، ربما تكون واحده بتاخد سوا وواحده ما بتاخدش سوا، فعملت كده اختصارا لايه تجنب الحته دي. فانا هبدا بقى اقطعه بعد كده مربعات، وهبدا ان انا كمان اغسله، لان انا من النوع اللي بيغسل القلقاس. انا عملت لكم فيديو السنه اللي فاتت عن طريق حفظ القلقاس، سواء بطريقه التفريز بتاعته، سواء اذا كنت هتغسليه او مش هتغسليه. فمعلش انا مش بحب اكله غير لما بكون غسلاه، لان والدتي يعني او اتعودنا على كده من زمان. عارفه ان هو مش ما بيبقاش مفيد قوي، بس معلش. انا هنا بقى حطيت ميه سخنه وعصرت ليمونه، ورحت بقى على الحنفيه كملت بقيت غسيلي للقلقاس لغايه ما الميه بتاعته بقت نضيفه، وحسيت ان هو نضف وبقى تمام، مفيش اي نوع من انواع بقى الحاجات اللي بتزحلق في ايدك او دي، تماما خلاص. الليمون قضى على كل شيء. وبعد كده فوطه حلوه كده وابدأي نشفيه. انا حطيت القلقاسيه الاولى نشفتها، والقلقاسيه التانيه برضو نشفتها لوحدها، وهبدأ بقى انشفه واتأكد ان هو نشف تماما. طيب العرايس الحلوين اللي بتسألني لما جينا فرزنا القلقاس، يعني لو هي جابت قلقاسية هتاخد منها ايه؟ هتاخد منك حزمة سلق وواحدة شبت وواحدة كزبرة. فده السلق. بس اتعودي لما تعملي السلق اعملي بكميات، هو بياخد وقت شوية على البوتاجاز وبياخد وقت في التنظيف اهو. فانتي هتعمليه وهتعملي كمية وتشيليها في البطرمان او تشيليها في اي علبة. انتي خلاص كده انسي بقى هم القلقاس، يعني خلاص هي دي المشكله بتاعت القلقاس كلها خلصت. وبعدين بيقعد معاكي بالسنه. هنا انا ببدا اخد الاوراق فقط، يعني السلق تاخدي منه الورق، العيدان لا خالص. الشبت والكزبره نفس الكلام، عشان ده ما بيخليش يبقى فيه ميه معاكي في الخضره بتاعتك. خلصت الخضره رحت بقى غسلتها، يعني انا الاول بقرطفها الاول وبعد كده اغسلها عشان خاطر تبقى سهله في الغسيل. طاسة بقى كده وتكون سخنة، وتبدأي بقى حطي فيها الخضرة بتاعتك في ثواني، حتى لو الكمية بتاعتها قد كده في ثواني هتلاقيها هبطت خالص تماما وبقت حبة صغيرة خالص. في الاول بنكون معليين النار وبعد كده بنوطي النار، وهقول لكم ازاي. هنا بقى النور كان قطع وكان لازم اكمل تصوير معاكم، كانش ينفع ان انا اسيب الخضره لغايه ما تستوي او اشيلها من على النار. فهنا خلاص القلقاس نشف تماما زي ما انتم شايفين كده. ابتديت ان انا اقسمه في اكياس، وقسمته بصراحه ل6 اكياس، بحيث ان كل واحده هي طبق. يعني انا ببقى عامله نوع تاني من انواع الخضار، وعشان باباهم بيحبوا فبحط القلقاس طبق يعتبر.
بيبقى بقى زي العسل مع شوية شوربة بط بقى في رمضان والكلام ده كله، كل سنة وانتم طيبين. فبتفرق، طعمه بيبقى حلو قوي. هنا بقى حوالي راس توم اهي، ومعلقتين 3 من السمن البلدي اللي احنا مخلطينها مع بعض على شوية زيت. وكل ده بقى تسيبيه على النار هادية بقى. خلاص، انا اتأكدت تماما ان هو شرب ميته، يعني الخضرة دي نزلت المية والمية نشفت. ببدأ ان انا احط الثوم عشان خاطر ياخد وقته براحته، وابدا ان انا احط سمنه. لو حسيتي ان السمنه بتاعتك قليله زودي تاني، لان انا زودت بعد كده عشان تديني التحميصه الحلوه. هنا بقى انا سبته اخر حاجه، يعني انا كنت خلصت وشطبت المطبخ وخلصت اللي ورايا خالص. ولما برد تماما انا ضربته في الكبه، او لو عايزه تطحنيه بايد الهون كده او تدقيه في الطاسه ما فيش اي مشكله. ابدأي بقى اضربي في الكبة وقسمي في العلب، شايفين ما شاء الله؟ او الكمية دي، العلبة دي هتاخد معايا مثلا مرتين 3، والعلبة دي نفس الكلام، لان زي ما قلت لكم انا مقسماه في كميات قليلة. طيب خلصنا القلقاس بقى، نخش على الافكار الحلوة كده المفيدة. دول بانيه 5 فرخات، فبسم الله ما شاء الله، يعني هيطلعوا معاكي حوالي 2 كيلو ونص. يعني تقريبا انا ما وزنتهمش، بس دول بانيه. انا كنت زي ما انتم عارفين ان احنا بنفرز الفراخ، ان احنا بنجيب ال5 فرخات وبنقسمهم. ببدأ بقى اخد القطع اللي هي تنفع ان هي تكون ستريبس، بحيث انها عريضة شوية، فببدأ اعملها ستريبس طويلة كده واقطعها. والقطع الصغننة خالص اللي ما تنفعش ان هي تتقلي، ببدأ ان انا اركنها على جنب. هقول لكم هعمل بيها ايه. اهم حاجة التقسيم يكون كويس. عايزه اقول لكم ان الافكار كتير جدا، بس لو ما عملناش الافكار صح مش هنقدر ان احنا نكفي، يعني نكفي الوجبات. فلازم وتكوني محددة انت عايزة تعملي ايه، لان لو ما حددتيش انت عايزة تعملي ايه، ممكن كل اللي قدامك ده او اللي احنا هنعمله ده ما نعرفش نعمله، ونعمل حاجة واحدة بس، ان هو تشكله الاساسي هو بانيه فهنعمل البانيه. لا، انا قسمته هنا ستريبس، قطع اهي الطويلة دي قسمناها ستريبس. وقسمت البانيه اللي هيتقلي بعدد الأسرة، يعني لو انتوا 4 أفراد يبقى كل طبق مثلا فيه 8، لو انتوا 6 أفراد يبقى كل طبق فيه 12. هي بترجع لعدد الأسرة عندك. فأنا قسمته وسبت طبق أزيد شوية، بحيث مثلا لو في اليوم دوت عندك حد جه ضيف أي حاجة، فأنا قسمته بزيادة شوية. وخدت بقى كل زي ما نقول ايه القطع اللي هي الفتافيت دي، ركنتها على جنب. اقول لكم هعمل بيها ايه. تعالوا بقى نبدأ أول فكرة من أفكارنا لتطبيقنا في البانيه. هنعمل إيه منه؟ أول حاجة أنا حطيت بصلاية، قطعتها في الكبة وحطيت عليها علبة زبادي، وهبدأ أضرب البصل والزبادي لما أتأكد إن البصل داب تماما. بعد كده عصرت 3 ليمونات. تتبيلة الستريبس بتاعتنا بتحب يتعصر فيها ليمون، يعني لما بتحطي فيها ليمون بتديكي نتيجة حلوة قوي. بعد كده بقى بحط بصل باودر وتوم باودر وبابريكا وشوية من المرق الفوري، وملح وفلفل أسمر. تبدأي بقى تحطي كل البهارات بتاعتك دي. لو حابين أي نوع من أنواع البهارات أو التتبيلات أكتبها لكم في التعليقات، اكتبوا لي تحت وانا هكتبها لكم. هنا حطيت معلقتين خل كبار. وكده بقى التتبيله بتاعتنا بقت تمام. عايزه تحطي معلقه واحده صغننه او نص معلقه صغننه من الحبهان، حطي نص معلقه من الحبهان البودر. كده انا كنت غسلت الستريبس وصفيته تماما ما فيهوش اي ميه. دي حاجات خطوه مهمه جدا على فكره، انك تصفي الطيور اللي انت هتفرزيها. يعني طالما هتفرزيها لا، لازم تتصفى كويس. بعد كده بقى اخدت نص التتبيله اهو، او اللي يكفيني، وتبلت بيها الستريبس. هي خلاص كده يا نوع؟ لا، احنا لسه. انا كل ده يا بنات هعمل ايه النهارده معاكم عشان ما اتعبش جدا، و يعني ورايا شغل كتير. انا هعمل الاساسيات، لكن الفيديو الجاي ان شاء الله هقول لكم الستريبس قسمته لكام طبق ويكفي قد ايه، والبانيه قسمناه ازاي، وكل حاجه. دي بقيت تتبيله بتروحي حطها كده في البطرمان، هتنفعك في تتبيله، في شوي وراك، في اي حاجه تتبيله للطيور. هتلاقيها جاهزة معاكي وبتقعد في التلاجة لمدة شهر معاكي، مفيش أي مشكلة. كده احنا خلصنا الجزئية الأولانية اللي هي الستريبس، حطيته في العلبة. لغاية بكرة إن شاء الله هنكمل الفيديو الجديد.
طيب الفكرة اللي بعدها إن إحنا هنعمل إيه، الفكرة بعدها إن أنا حطيت بصل وحطيت عليه كمان نفس البهارات اللي هي بصل باودر وتوم باودر وبابريكا وملح وفلفل أسمر، وابتديت إن أنا أضربهم كويس قوي، وكمان هعصر عليهم ليمونتين. وهبدأ بقى دي تتبيلة البانيه العادية جدا، يعني دي تتبيلة البانيه بتاعتنا. وبرضو انا مش هقسمهم دلوقتي معاكم، انتظروا الفيديو الجاي ان شاء الله هنشوف هنطلع منهم كام طبق ويكفي كام فرد. لكن انا دلوقتي بعمل اساسيات وبسيبهم قبل ما اشيلهم في الفريزر، بديهم حقهم ان هم يشربوا التتبيله كويس، لان احنا عارفين ان مجرد ما بنطلع الحاجه الفريزر بتوقف عمليه التتبيل. فانا هسيبهم ليله في التلاجة، مش هيحصل لهم اي حاجه، وفي نفس الوقت هتشرب التتبيله كويس قبل ما ابدا ان انا اقسمهم. دي كده تاني فكرة معانا أو تالت فكرة معانا النهاردة في التجهيزات. طيب جيت بقى هنا، أنا جبت البانيه، بس الأمانة أنا زودت، يعني بعدت زودت نص كيلو، لأن أنا كنت عايزة الشاورما تكون كمية أكتر. يعني أنا كنت عايزة الشاورما بتاعة الفراخ اللي أنا عاملها تكون كميتها أكتر، لأن أنا هستخدمها كمان في حشو السمبوسة. فكل سنة وانتم طيبين، طبعا عارفين انها مهمة جدا. فانا حبيت ازود، فقلت خلاص طالما هعمل حاجة بالمرة، فبعت جبت نص كيلو على الكمية اللي انا طلعتها. وهبدأ ان انا بقى شوحت كمية من البصل كتير مرة واحدة، خدت حبة ركنتهم على جنب هستخدمهم في حاجة تانية، وكملت بقية الفراخ نزلتها على البصل، شوية بابريكا شوية فلفل اسمر شوية من بهارات الفراخ او تتبيلة الفراخ حطيتها. وكده انا بعمل شاورما. عشان خاطر ايه بقى الشاورما دي هنقسمها برضه، اقول لكم هنقسمها لكام طبق. حطيت شويه فلفل الوان، والشاورما دي انا هعمل منها مكرونه النجريسكو، هعمل منها فتة الشاورما السوري. يعني خلاص انا عندي الحاجه جاهزه، وهبدأ بقى ايه ان انا لما في رمضان يعني ان شاء الله تبدأي مثلا تعملي شوية رز. وخلاص انت عارفة ان الشاورما موجودة عندك شوية رز اصفر، هتبدأي تسلقي المكرونة وتعملي البشاميل، وعارفة ان الحشوة جاهزة عندك. طيب انا هنا بقى دخلت في اللحمة. انا كان عندي كيلو من اللحمة المفرومة، اخدت كيلو الا ربع منها وهشيل ربع على جنب. هنا حطيت بصلاية كبيرة، وحطيت معاها فلفل أحمر رومي حسب طبعا اختيارك لو عايزة تحطي حامي. وحطيت بقى معلقة من الملح، ومعلقة من البيكنج باودر، معلقة من الفلفل الأسمر، البصل باودر، التوم الباودر، وكمان فصين توم بالظبط. وهبدأ بقى عايزة تحطي بهارات لحمة، عايزة تحطي مرق، اللي يريحك خالص حطيه. وهبدأ بقى أضرب المكونات دي كلها مع بعض الأول، لازم أنعم الخلطة دي الأول مع بعض. فانا ضربت البصل والفلفل هو والبهارات مع بعضهم، وبعد كده جبت ربع كيلو من البرغل المغسول ومتصفي عصره كويس قوي من الميه. شايفينه هو هتلاقوه جاف تماما. ليه بقى؟ عشان خاطر هيبدأ هو يشرب المية بتاعة البصل. انا هنا ما بشرتش البصلاية وعصرتها، لا انا ضربت البصلة، هو هيبدأ يشرب المية بتاعة البصل، وهتلاقي طعم الخلطة اللي احنا عاملينها دي حلوة قوي. في نفس الوقت هتزود معاكي كمية اللحمة، ومش هتغير طعم اللحمة، بالعكس بتدي طعم حلو قوي، البرغل بيكون حلو مع اللحمة. فانا هنا بقى نزلت الخليط اللي انا عملته ونعمته تماما، يعني البرغل خلاص كده بقى تمام. وهنا بس هضيف معلقتين من النشا عشان الكفتة ما تكشش معاكي. الوصفة دي انا هقول لكم بقى احنا هنقسمها برضو، هقول لكم هعمل منها كام طبق، وتقدري تشكليها ايه. يعني انت ممكن تشكليها كفتة، تقدري تشكليها برجر. انا هنا بعمل اعادة ضرب يعني للمكونات مع بعضها بعد ما عجنتها، ودي بتبقى خطوة مهمة قوي وحلوة يعني. ببدأ اخد حبة حبة عشان الكبة برضو ما تبقاش غلط على الكبة، واضرب المكونات عشان تمتزج كلها مع بعضها. شايفين اللحمة بقت عاملة ازاي؟ كده تماما اللحمة جاهزة معاكي، تشكليها برجر، تشكليها كفتة، تشكليها حواوشي، هي بقت جاهزة معاكي تماما. طيب ربع بقى اللحمة اللي احنا خدناه وحطينا بداله برغل. بصوا احنا عمالين بنحاول نوفر، بس في نفس الوقت انا مش بحب اغير طعم الحاجة، ولا ان انا اعمل كميات وخلاص. لا انا عايزة اعمل حاجة صح، اكلها لاولادي وتكون مفيدة وكويسة. فانا خدت ربع من اللحمة، ونزلت عليهم حوالي بصلتين كبار كده متخرطين اهو زي ما انتم شايفين. وهبدأ بقى احط شوية ملح شوية فلفل اسمر شوية بهارات لحمة، يعني الحاجات المعتادة اللي احنا عارفينها.
واحنا بنعصج اللحمه المفرومه. كمان حطيت سنه من القرنفل وحطيت سنه من القرفه، فبتديها ريحه حلوه قوي مع اللحمه. قلبي بقى المكونات كلها وعصجي اللحمه، وانزلي بقى بالفلفل، عندك فلفل احمر فلفل اخضر اللي يريحك حطيه. في ناس كمان بتبشر جزرايه معاها، بس انا مش بحب الجزر قوي يعني، فممكن بديها رشه سكر بسيطه قوي مع اللحمه المفرومه وانتي بتعصجيها. كده خلاص اللحمة معايا جاهزة. هبدأ بقى أسيبها تبرد، وبعد كده كل ده لاحظوا إن أنا كنت الصبح بعمل الحاجة، وبالليل ببدأ إن أنا أرص الحاجة في العلب، وهبدأ إن أنا بقى أشيلها في التلاجة. طب اللحمة المفرومة دي هنعمل بيها إيه؟ دي هنعمل منها حشوة السمبوسة. أنا عندي ولادي مش بتحب اللحمة قوي، فممكن في السمبوسة بس، لكن المكرونة دلوقتي بقوا أساسي مش بياكلوها غير بالفراخ. فانت تقدري لو ولادك بيحبوا اللحمه هتزودي كميه اللحمه اللي انت هتعصجيها. حتى الجلاش كمان بقيت بعمله بالفراخ. هنا بقى احنا عندنا ايه، شويه من الخضره، شويه من الفلفل، معلقه واحده من النشا، وكمان عندي بهارات اللي هي بصل بودر وتوم بودر، وعندي مرقه فوري وبابريكا. وهبدأ اخد، انا قلت لكم زودت فراخ ليه؟ عشان اخد الحبة دول من الفراخ اللي انا اخدتها، وهبدأ انزل بالبهارات بتاعتي على قطع الفراخ دي. دي تعتبر يا جماعة صدر فرخة، يعني انا قيمته كده ان هو صدر فرخة. واحط عليه معلقة من البيكنج باودر، وكنت سلقت بطاطستين على جنب همت وهرستهم. ابدأي بقى الأول اعجني كويس قوي الفراخ، يعني ما تبقاش فيها قطع خالص. وحطيت عليها معلقة النشا، وحطيت عليها معلقة من الكاتشب والبهارات بتاعتنا وكل المكونات بتاعتنا اهي، وهرستهم كويس قوي. دول زي كده فكرة البرغل، زي ما عملنا للكفتة، بس هنا عملنا الفراخ احنا اللي طحناها بالبهارات بتاعتها مع البطاطس اللي احنا سلقناها. اتأكدي ان البطاطس المهروسة ما يكونش فيها اي قطع عشان تندمج مع بعضها. وما تقلقوش برضو، انا هعمل لها اعادة ضرب تاني في الكبة عشان البطاطس والفراخ تبقى قطعة واحدة. شايفين بقت عاملة ازاي؟ وببدأ اريحها في التلاجة لغاية ما نقسم. تابعوني ان شاء الله الفيديو الجديد هقول لكم فيه على كل التقسيمات اللي احنا عملناها، هنشوف هنطلع كام وجبة من الافكار دي كلها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، محبتش اطول عليكم اكتر من كده. فانا قسمت الفيديو لجزئين. جزء جهزنا فيه الافكار بتاعتنا، وجزء هقول لكم بالظبط هنطلع منها كام طبق وكام وجبة تكفي لأسرة 4 أفراد أو 5 أفراد. هسيبكم في حفظ الله ورعايته. اتمنى الافكار تكون عجباكم، وتلفوا لفة كده في القناة وتشوفوا بقية الفيديوهات اللي قبل كده، لان كله مرتبط ببعضه. سيبكم في حفظ الله ورعايته، كل سنة وانتم طيبين.